السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل خلطة فراخ مشوية جميلة جدا هتعجبكم بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. نسمي بالله ونبدأ. طبعا معايا الفراخ عامله لها محلول النقع بتاعها وغسلاها ومنضفاها، شايله منها الكلاوي بتاعتها او التجمعات الدمويه اللي بيقولوا عليها دي بنشيلها دايما عشان خاطر بتعمل زفارة. بعد كده همسك ورك الفراخ كده سليم زي ما هو كده، هبتدي افتحه كده زي ما انتوا كده شايفينه. ابتدي بقى افصل يعني كده العظمة، بس مش هفصلها للاخر، يعني ابين العظم خالص بالشكل دوت. شايفين الورك معايا عامل ازاي؟ اتفرد معايا خالص عشان خاطر اضمن ان هو يستوي معايا في الشوي، لان انا هسوي الورك كله على بعضه. هعمل معاكم واحد تاني برضو كده وشوفوا. الطريقة سهلة جدا، مش محتاجة يعني انت تشوفوا، بس يعني مجرد ان انت هتشوفوا انا بعمل ايه هتعرفوا الفكرة يعني. بمسك كده افصل الاوراق كده، الورك كده من بعضه، العظم نفسه، وابين العظم خالص وافرد الوركة خالص، اخلي الورك كده مفروض خالص عشان اضمن ان لما اجي اشوي الاوراق تبقى ايه، يعني كلها اضمن ان هي تستوي كويس بالشكل ده. شايفه الورك بقى مفروض ازاي معايا وجميل كده. خلصت الكميه كلها. بعد كده هندخل بقى على التتبيله. معايا بصلايه كبيره وطماطمايه كبيره، قطعتهم كده وحطيتهم في الخلاط، وممكن تحطهم في الكب عادي. بعد كده هجيب بقى البهارات بتاعتي من كل نوع، نص معلقه بابريكا وحبهان وملح وفلفل اسود وسماق وورق لورا وجوز الطيب. هنزل كل البهارات اللي انا قلت لكم عليها. طبعا كل نوع بهار نص معلقه، والملح طبعا على حسب الرغبه يعني. بعد كده حطيت معلقه كبيره مستردة ومعلقتين خل وثلاث معالق زيت زيتون، وممكن زيت عادي مفيش اي مشكله، ومعلقه كبيره عسل اسود، وممكن عسل ابيض، وممكن معلقه سكر. بعد كده 3 معالق صوص باربيكيو، وممكن تحطي برضو كاتشب. الخلطة دي جميلة جدا. وهنزل عليهم بربع كوباية مية صغيرة، واضربهم بقى في الخلاط، اضربهم خالص لحد ما ينعموا. الخلطة دي جميلة جدا، انا بستخدمها في كل اللحوم والطيور والحاجات المشوية عامة. ديت الطريقة دي معتمداها جدا. بص بقت عاملة ازاي معايا، ناعمة جدا. هبتدي بقى اتبل بقى الفراخ. هجيب كده وركين زي ما انتم شايفينهم، واحط عليهم حبة خلطة بقى من اللي انا عاملاها بتاعت الخلطة المشوية دي. الخلطة دي جميلة جدا. هبتدي بقى ايه، يعني احيق بقى الفراخ بالشكل ده، ومن تحت الجلد بالمنظر ده كده، اعمل لها تدليك كده. الفراخ كلها اتبلها بالشكل ده كده، ومن تحت الجلد احط الخلطة والتوابل كده. الخلطة دي أنا بعتمدها لكل اللحوم، البط والفراخ والحمام واللحمة، طبعا اللحمة الضاني برضو جميلة جدا. دي الطريقة بتاعتي المعتمدة لأي حاجة مشوية. بعد كده طبعا هحطها في التلاجة يعني ساعتين، أنا حطيتها ساعتين. ويا سلام بقى لو باتت في التلاجة لتاني يوم، بتبقى جميلة جدا وبتبقى متحيقة قوي وبتبقى حلوة خالص. بس كده خلصنا الكمية. بعد كده طبعا شغلت الفحم بعدها بساعتين، وحطيت هنا بقى الفحم. هنا بقول لكم اعملوا لايك وتنسوش تشتركوا في القناة. وبعد ما حطيت الفحم كده، اسيب الفحم بقى يصفى خالص. واهم حاجة تكون النار صفيت خالص كده زي ما انتم شايفين. حطيت طبعا الشبكة، وبعد كده هبتدي بقى ارص الفراخ بالشكل دوت. انا كنت عاملة اوراق مش فراخ. عايزة اقول لكم تتبيلة الفراخ كانت جميلة جدا، والتتبيلة دي انا بعتمدها على طول في كل انواع الطيور واللحوم. جميلة جدا في كل انواع المشويات عامة. بعد 10 دقايق بالظبط كده خدت لون من تحت، هبتدي بقى اقلبها بالشكل ده. شايفين خدت لون معايا ازاي الفراخ، من غير بقى ما تولع نار ولا تتحرق. اهم حاجة الفحم يكون صافي، يعني اسيب النار لما تصفى خالص، وبعد كده ابتدي بقى احط اللحوم. هنا كانت الفراخ بقى معايا استوت، طبعا قعدت اقلبها يعني حوالي نص ساعة على الجنبين لحد ما استوت معايا بالشكل ده. شايفين جوسي ازاي وجميلة جدا. الفراخ كلها استوت معايا، اشيلها بقى كلها. وبعد كده هقدمها مع الرز البسمتي. انا كنت عامله الرز بسمتي معاها، عملته قبل كده معاكم كذا مرة في القناة. اللي ما شافش الرز البسمتي بطريقتي فايته كتير، لان انا بعمله بطريقه حلوه جدا هيعجبكم. بعد كده عملته طبعا معاه بابا غنوج وسلطه وطماطم مخلله، وعملتهم معاكم، بس انا مرضتش يعني اصورهم عشان ما اطولش الفيديو عليكم. وقدمته بالشكل دوت اللي انتوا شايفينه. شايفين بقى الفراخ دايبه معايا ومستويه جدا، وطعمها جميل وجوسي يعني خطيره جدا.
ويا رب تكون طريقتي ووصفتي عجبتكم في طريقة الفراخ المشوية والتتبيلة كمان. ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله. مع السلامة.